هل شكسبير فعلا هو كاتب أعماله ولا هو مجرد ممثل وإن الكاتب الحقيقي ما كانش ينفع يظهر وقتها؟ الجدل ده بدأ سنة 1895 ميلادي تقريبا، وكمان هو مستمر لحد يومنا ده. من الأساتذة الجامعيين اللي اتبنوا النظرية دي واحد اسمه كالفين هوفمان، واللي أمر إن هو لما يموت كل أمواله هتروح لجايزة لأي شخص يثبت النظرية دي وما يكونش فيها أي شك. النظرية بتقول إن الكاتب الحقيقي وراء أعمال شكسبير واحد اسمه كريستوفر مارلو، وكريستوفر مارلو ده كان شاعر وأديب مسرحي معروف، ولكن للأسف سنة 1593 ميلادي بيدخل في خناقة في حانة وبيتم طعنه وبيموت. اللي بيكون شاهد على الحادثة دي بيكون قاضي الملكة، وبيؤمر بحبس المتهمين وإن جثة مارلو تكون في طريقها إن هي تتحرق. ولكن المشكلة إن مارلو بيصحى في الطريق، وبنعرف إن كل دي كانت تمثيلية علشان يخفوا مارلو، لأن مارلو هيبقى جاسوس للتاج الملكي. فضل مارلو يسافر من بلد لبلد في أوروبا ويبعت التقارير عنها، وكمان كان بيبعت معاها أعماله الأدبية. ولكن المشكلة إن هو كان بيبعتها لابن عم كاتب الملكة، وكان معجب جدا بكتابات مارلو، فقرر إن هو هيعين ممثل يقوم بدور الكاتب، وظهر قدامه الممثل الشاب ويليام شكسبير. عايزة أقول لك النظرية دي مستمرة لحد دلوقتي على الرغم من عدم وجود دليل يأكدها بنسبة 100%. ومن ضمن الدلائل بتقول هو ليه شكسبير ما كتبش أي أعمال قبل ميعاد اختفاء مارلو، فدي كانت حاجة غريبة على الناس. ولكن الجائزة مستمرة لحد دلوقتي. هسيب لك اللينك بتاعها في الكومنت، واستنى الفيديو الجاي من السلسلة عشان تعرف أخبار جديدة.